99% من طلاب الثانوية العامة هيغلطوا في الأسئلة دي، ولو قدرت تحل الأسئلة دي كلها صح فأنت جاهز لأصعب الأفكار في امتحان الثانوية العامة. ويلا بينا نبدأ بأول سؤال. أول سؤال معانا بيقول scientists are now ways to reduce pollution. هنا هنختار researching ولا doing research ولا carry out research ولا researching. حد هيقول ايه ده، انا تهت من الاختيارات، هنختار ايه؟ بكل بساطة الإجابة هتكون researching، بس لازم نعرف ليه باقي الاختيارات غلط علشان لو جاب السؤال نفس السؤال وغير الفكرة. هنا هنختار أول حاجة، هنختار ايه؟ researching. طيب ليه ما تنفعش searching ما ينفعش تيجي لوحدها، لازم يجي معاها حرف الجر for. تمام، لو كانت searching for كانت هتنفع. طيب بالنسبة ل doing research هقولك ما تنفعش ليه، لان research دي noun تمام و ways دي noun، مش هينفع نجيب 2 noun ورا بعض تمام، فدي غلط. carry out research برضو نفس الفكرة، دي noun و ways دي noun برضو، فمش هينفع نجيب 2 noun ورا بعض. كانت تنفع امتى؟ لو كان carry out research on او doing research on كانت تنفع. تمام، يبقى كده احنا هنا اخترنا researching وفهمنا ليه ما اخترناش باقي الاختيارات. بالنسبة للسؤال اللي بعده بيقول he was happy that he was a scholarship. هنا الجملة بيختبرك في سؤال الجرامر مش في سؤال كلمات. حد هيقول ازاي ده كل الاختيارات كلمات مختلفة، فاكيد عايز يختبرنا في سؤال كلمات. هقولك لا، ركز، هنا الجملة مبني للمجهول، الجملة هنا باسيف، وهنا مفيش عندك اي حاجة تنفع باسيف غير awarded. طيب ليه الإجابة تبقى awarded؟ هقولك، هو بيقول هو حصل على جائزة او اعطي جائزة او اعطي اقصد منحة او كده، كرم. طيب فين بقى؟ won دي معلوم، got دي معلوم، received دي معلوم. امتى كانت؟ على فكرة هما الاربعة ينفعوا بس لو كان معلوم ماشي، يعني كده حذفنا 3 عشان دول معلوم. طيب awarded دي الوحيدة المجهول فاخترناها. تمام، نركز اوي في حتة المعلوم والمجهول. السؤال ده مخادع جدا، يبان ان هو سؤال كلمات لكن هو في الحقيقة سؤال جرامر، والإجابة واضحة جدا بكل سهولة لو احنا عرفنا ان هو سؤال جرامر. تمام، فالإجابة هنا هتبقى awarded لأن احنا عندنا تعبير اسمه be awarded. اوكي، هو هنا جاب was اللي هي be يعني، و awarded اخترناها. تمام، السؤال اللي بعده بيقول حسن is as tall as أمجد they are the same. هو هنا عايزنا قاعدة the same اللي هو بيجي بعدها ايه؟ noun. طيب هما نفس ايه؟ نفس الطول. طيب هو هنا بيقول طول، عايزنا نقول ان هو نفس الطول، طبعا مش هينفع ويت ولا ويتس. اوكي، طول دي بقى يعني ايه؟ طول، عايزنا نختار الطول الرأسي، طول دي يعني طول رأسي. تمام، بالسنتيمتر نشوف هو كام سنتي. تمام، لينجز دي يعني ايه؟ لونج اللي هي طول افقي، مثلا نقول طول طريق كده، فاهميني؟ طول افق. طيب هايت هي اللي طول رأسي، هايت دي يعني طول رأسي، طول شجرة، طول انسان، طول اي حاجة تبقى هايت. اما لينجز دي الطول الافقي. تمام، واضحة يا جماعة؟ السؤال اللي بعده سامي is doctor than his brother. طبعا السؤال هنا يبان ان هو صيغة مقارنة عادية جدا، بس الفكرة في تركة صغيرة. احنا شوفنا زان، فطبعا هنختار ER او مور او مور. تمام، فدي بالنسبة اللي هي جود وكده فبتتغير تبقى بيتر. تمام، فهنختار ايه بقى؟ هنختار، هو هنا كمان جايب اللي هو بيزود الصفة، اللي هو بيجيب ماتش او حاجة زي فيري كده. تمام، طبعا هنختار هنا ايه؟ احنا طبعا تحسي الاختيارات كلها تنفع، بس هنا جاب حاجة صغيرة احنا ما اخدناش بالنا منها، اللي هي ايه بقى؟ او اغلبنا مش هياخد باله منها، اللي هي دكتور دي ايه؟ ناون، والناون لازم نحط له ايه؟ ارتكل، سواء معرفة او نكرة. طيب فين هنا اللي فيه ارتكل؟ بكل بساطة a much better. هي اي حد هيقول much better تنفع وبيتر تنفع وفيو better تنفع، بس الفكرة ان هو هنا في ناون محتاج ارتكل، فهنختار a much better
اخترنا، نركز ان احنا اخترنا article علشان في noun قبل than، فلازم نختار article ليه سواء a او an او they. تمام ماشي. السؤال اللي بعده بيقول are you going to hold a party when you ايه بقى؟ طبعا هنا حد هيقول نختار نختار ماضي ولا مضارع ولا امر، والسؤال هو فيه فكرة صغيرة جدا بس لو عرفناها هنحل السؤال بكل بساطة، اللي هي ايه؟ هو هنا السؤال بيلعب على حاجة مهمة جدا اللي هي المجهول الباسيف. تمام، فين في الاختيارات الوحيدة اللي باسيف؟ اللي هي are prompted. دي معلومة ما تنفعش، دي معلومة ما تنفعش، دي معلومة ما تنفعش. هو هنا بيقول هنا تم ترقيته بواسطة حد، يعني مش هو اللي رقى نفسه. تمام، فين الوحيدة هنا بقى اللي مجهول؟ اللي هي are prompted. have prompted دي معلومة ما تنفعش، will prompt معلوم ما تنفعش، were prompting معلوم ما تنفعش. تمام، هنا الفكرة في السؤال بس بيبقى فكرة السؤال التاني والخامس ان هي passive. السؤال اللي بعده بيقول dots you do this task you will be given new instruction. هنا بيسأل عايزنا نحط ايه؟ اول حاجة هنحطه في اول الجملة رابط. اول حاجة هنشوف فين الرابط. اول حاجة at once دي مش رابط اصلا، هنحذفها لان at once دي معناها فورا او على الحال، فهي مش رابط. as soon محتاجة as، فدي كمان حذفناها، كده حذفنا 2، باقي معانا 2 immediately on. اولا مفيش حاجة اسمها immediately on، حتى لو في تعبير اسمه immediately on لازم يجي بعده الفيرب ing. يبقى بكل بساطة اخترنا once بمجرد بس استبعاد الاختيارات. السؤال اللي بعده would you mind if I dots places you with you for a bit. هنا تعبير على بعضه اسمه swapped places، معناه ايه؟ يتبادل الاماكن. smashed يعني يحطم، swept يعني يكنس، sloped يعني ينحدر. تمام، بكل بساطة اخترناها swapped places، ده تعبير على بعضه. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاع النهاردة. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ان شاء الله تحلوا كويس بكرة في الامتحان، ومع السلامة.